على توابع الابتلاء. معظم الشيوخ اللي بيكلمونا على الابتلاء والصبر اثناء الابتلاء، والابتلاء ده ايه الغايه منه والكلام ده. لا، انا جايه اقول لك النهارده توابع الابتلاء. يعني انت جالك ابتلاء وخلصتيه، خلاص في نتائج بتحصل، او النتائج اللي بتتحقق نتيجه الابتلاء هم حاجتين. اول حاجه، يا اما انت بتصبري على الابتلاء وبتبقي فاهمه كويس قوي ان ده ابتلاء، وان ربنا سبحانه وتعالى اراد لي خير بهذا الابتلاء، وكان باعت لي رساله معينه لازم انا استنبطها، ويكون عندي من البصيره اللي اشوف بيها الحكمه بتاعه الابتلاء ده واتفكر فيها، خلاص، علشان خاطر يعني اطلع بنتيجه. طيب انا دلوقتي صبرت على الابتلاء ورضيت بالابتلاء وعشت الابتلاء وفهمت الحكمه منه او ما فهمتش الحكمه منه، بس المهم يعني تفكرت فيه على الاقل، سواء فهمت او ما فهمتش، وصلت لنتيجه او ما وصلتيش لنتيجه. الفكره ان انت فكرتي شويه او انت تاملتي في الامر. في الحاله دي ورضيتي وكل حاجه يعني الحمد لله كما ينبغي، انت ان شاء الله ليكي هديه. طيب الهدية دي ممكن تكون مش حاجة عينية، ممكن تكون تيسير أمر، ممكن يكون بركة في وقتك أو بركة في عمرك، أو ممكن تكون بركة في ولادك أو بركة في مالك، أو ربنا هيبعت لك هدية من نوع ما. يعني مثلا هيجيلك تيسير في حاجة، هيجيلك فلوس، هيجيلك حاجة حلوة. المهم هتسمعي خبر حلو، والله بجد ثقي فيا. بعد الابتلاء لما بيبقى معاه صبر والحمد لله، حتى ولو كان صغير بيبقى معاه بعديه هدية صغيرة. لما بقى الابتلاء بيبقى كبير بيبقى معاه فرج يا بقى كبير جدا، من حيث لا تدري ولا تعلم ولا تحتسب. ربنا سبحانه وتعالى بيبتلينا بالخير والشر. يعني لو حاجه شر ده ابتلاء على طول، لا قدر الله حد عي، لا قدر الله ازمه معينه، لا قدر الله فقدان غالي. يعني الابتلاء ليه مراحل كتيره، فرغم يعني ايا كان كبير او صغير، خلاص، ليه دايما مكافأة. طيب لو الابتلاء ده انا عديت منه ولا فهمته، وكمان لا قدر الله جزعت وقلت انا ليه يا ربي كده، والكلام اللي احنا يعني الناس في بعض الناس مننا بتعمله، فانت كده سقطت في الامتحان وسقطت في الابتلاء، والابتلاء هيستمر معاك، ممكن يفضل مستمر معاك و... وطلعت خسران منه. فانا جايه النهارده اتكلم على الجانب الايجابي اكتر من الجانب السلبي، وجايه اقول لك ابشري ب ان شاء الله الهديه اللي جايه لك. والله ناس كتيره جدا كنت بقول لهم لما بيمر بيهم ابتلاء اصبر، الجواز جاي، الجايزه جايه، وفعلا الجايزه بتيجي، لان